اتحدى اي حد يقول لي الزغلول ده نوعه ايه. ساعات بياكلوا ريش، وساعات لو المشمع اتقطع بياكلوا المشمع نفسه الريش يا شباب. بصوا هيعمل ايه دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الورد يا رجاله، اخباركم ايه؟ يا رب كله يكون بخير وبافضل حال. فيديو جديد ان شاء الله. هو مش فيديو اكتر ما كان فيه، شفت لقطه كويسه كده قلت اصورها لكم. تعالوا نشوفها مع بعض. بصوا يا رجاله، بصوا الدكر الاسترالي الابيض ده، بصوا بيعمل ايه. انا اوريكم الطبيعه، وكله يكتب في التعليقات يا شباب، كله يكتب في التعليقات سبحان الله. طبعا ده الريش، الحمام مهدر الريشه يا شباب. بصوا هيعمل ايه دلوقتي. بصوا هو عايز بيطمن ان الريشه دي كويسه. بصوا هيطلع فوق، بصوا اهو طلع. بصوا يا رجاله، هيخش جوه يديها للطيره، يخش جوه يديها للطيره اهو. بص بيديها لها، بيتاكد ان هي خدتها وهينزل تاني. اللي يعرف المنظر ده يا شباب يكتب لي في التعليقات ده ايه. الطيرتين دول بينزلوا يقطعوا في المشمع، وساعات بياكلوا ريش، وساعات لو المشمع اتقطع بياكلوا المشمع نفسه. تمام تمام. مع ان هتقول لي حط لهم تحديق. بصوا يا شباب، ده التحديات. انا التحديات ولا بتتشال من الغيه ولا بتتشال. الذكر ينزل تاني. بصوا يا شباب، تحديق لا بتتشال من الغيه ولا بتتشال من السلكه تحت. تمام. اللي يقول لي ده ايه يكتب لي في التعليقات دول ايه بيعملوا كده ليه. بصوا يا شباب، بصوا ما شاء الله. بصوا بس الزغلول بيبص منين. الزغلول ده شباب ابن الذكر ده. اصورها لكم تاني. والله العظيم منظر سبحان الله. كله يكتب في التعليقات يا شباب سبحان الله، كله يكتب في التعليقات سبحان الله. بص يا شباب، بص عشان الريشه زولته مش شايف خش انهي باب. اه يا رجاله، بص الريشه فين. في بقه اهي. دي الطبيعه. سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الخالق. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك لو بتشوف الفيديو ده اكتب سبحان الله. بصوا يا شباب الزغلول ده. اتحدى اي حد يقول لي الزغلول ده نوعه ايه. اتحدى اي غاوي يقول لي الزغلول ده نوعه ايه. تمام. ويعني اول واحد هيكتب كراكندي او كراكندي وعبسي، الحاجات دي يعني نصيحه مني ما تكتبهاش، عشان هو ولا كراكندي ولا عبسي. بصوا يا رجاله اهو، لازم اجيب ريشه تاني اهو. انا لقيت المنظر ده والله، قعدت اقول سبحان الله، قلت اشارككم معايا افرجكم برضه الحمام بيعمل ايه. اهو السوسه هيطلع اهو، هيروح يديها ريشه وينزل تاني يجيب ريشه تانيه. بصوا يا رجاله، ده حابس عليا يا رجاله. ها، ده انا لو قلت لكم حبس ازاي يعني في ناس ممكن تضحك يعني. يوم الجمعه اللي فاتت كنت حاطط هنا رجاله كده في الحته دي. استنى عشان انا ايه نظبطه بس يوم الجمعه اللي فاتت يا شباب كنت حاطط طشت هنا جنب المزقه. تمام يا رجاله. كان الحمام ايه بيستحمى فيها. كنت قاعد انا، بصوا يا شباب انا دلوقتي قاعد فين. بصوا انا هو قاعد قدام القطع على طول. كنت انا قاعد هنا كده في الحته دي، وكنت فاتح الباب ده كده. فاتح الباب ده، الباب ده جرار يا شباب اهو.
كنت فاتحه كده وقاعد هنا، وحاطط طشت الميه هنا والحمام بيستحمى فيه. فوانا قاعد لقيت الفرد ده اللي واقف لوحده هناك ده اهو، ده باكستاني يا شباب ها، ماشي. ده لقيته ايه؟ لقيته جوه طشت الميه، رحت جاي شادد شبكه الامرايه قافلها عليه بكل بسهوله بكل بساطه كده يعني، وقاعد وانا سايبه في الغيه والله ما عارف لسه طيره ولا دكه، بس هو شكلها طيره. بصوا يا رجاله اهو، بس هيخش يجيب ريشه تانيه اهو اهو. دول قاعدين بياكلوا في المشمع. عايزين نقوله اسم يا شباب. الدكر ده الرهان يا شباب لو تفتكروه. الدكر ده الرهان. الدكر ده طاير هنا في الجهه في المنطقه حوالين جنب مني، مش هقول لك حوالين مني، جنب مني. قعدناه وخدنا منه عيش، خدنا منه عيش. بص يا رجاله، خدنا منه عيش. دول عياله يا شباب، والله بسم الله ما شاء الله. عياله تعالى كده اهو يا رجاله، تعالى كده يا ابني يلا. بسم الله ما شاء الله اهو. ده ابنه يا رجاله، الترطور ده ابنه. بصوا انا بقى ما بحبش كده. بصوا دخل فين، انا ما بحبش بقى كده. اطلع بره اطلع بره اطلع بره. تقول لي بقى الزغلول ترطور. بصوا احنا الطيره يا شباب، الطيره اهي، الطيره ترطوره يا شباب اهي، تمام. الطيره ترطوره. بصوا ده الريشه هو اللي بيحوله لها. سيبه يعمل اللي هو عايزه. تعالوا نتفرجوا عليه تاني. بصوا يا شباب كراكنديه اهي والعبسيه اهي. عايزين تعرفوا ازاي خليت الترتين يحضنوا حصى ويزقوا الزغاليل؟ اكتبوا لي في التعليقات. ما كتبتليش في التعليقات مش هقول لك. وعلى فكره الموضوع يعني محدش كتير يعرفه يعني، تمام. محدش كتير يعرفه والله. دي تيره ودي تيره. التيره دي كانت بتاعت العبسي ده اللي عمال بيجر، حتى شايفها اهو. التيره يا شباب العبسيه دي كانت التيره بتاعت الدكر ده. انا عملت ايه؟ شلتها منه. ودي التيره دي الكراكنديه دي كانت زغلوله عندي، طلعت تيره برضه. التيرتين دول والزغلول الزغلول اللي معاهم ده، ولا هو كراكندي ولا هو عبسي. واتحدى اقسم بالله اللي هيقول لي الزغلول ده نوعه ايه لا ياخده. اقسم بالله اللي هيقول لي الزغلول ده نوعه ايه لا ياخده، تمام. ومش بس هياخده، ده انا هعمل معاه فيديو مخصوص. مع اللي هيجاوب صح في التعليقات هعمل فيديو معاه مخصوص وارفع له القبعه، هديله التحيه. اتحدى اي غاوي جديد او قديم يقول لي الزغلول ده نوعه ايه، ابوه ايه، وامه ايه. مش هيخطر على بال حد يعني، انا متاكد ان الزغلول ده جه غلط يعني. هو سبحان الخالق جه غلط، تمام. كانوا قص عندي تحت، كنت في عندي حمام. كنت حمام يعني ايه نواقص، يعني ايه نواقص، يعني ذكر لسه هجيب له طيره لسه هجيب لها ذكر. فانا كنت رامي الحمام تحت كله في السلاكه كله مع بعض. ففي حمامتين اتلقوا مع بعض لوحدهم، جابوا لي الزغلول ده. هو هجين عشان ما اكذبش عليك والف وادور عليك، الزغلول ده هجين، الزغلول ده هجين، تمام يا شباب. بس برضه اللي يعرف الزغلول ده نوعه ايه يقول لي. هو كده من اول طلة تبص له تقول عليه كراكندي، او ممكن تقول كراكندي على عبسي. هو ولا في كراكندي ولا في عبسي،
ولا هو يقرب من الكراكنديات من قريب ولا من بعيد، ولا من العبابسه قريب ولا من بعيد. لعلمكم الدور بعينه لونه زيتي، ها، دور بعين الزغلول ده لونه زيتي، لا كراكندي ولا عبسي. خلاص يا شباب، بس كده يا رجاله، انا حبيت اشارككم معايا. بصوا كده اهو، بصوا هطلع تاني، بصوا كده بيعمل ايه ابن اللذينه ده. كسبنا الرهان يا شباب. على فكره الرهان يعني ايه اقول لك، انا يعني فرد الحمام ده انا شاريه من واحد هنا في المنطقه، شاب صغير كده طاير عنده الفرد ده. كل شويه كان بيعدي من جنب مني، فبقول له ايه ده اللي انت بتطيره ده؟ قال لي ده ذكر حمام، بس ذكر جامد ومش جامد ومش عارف ايه. بيقول لي يا عم احمد، انت عارف الذكر ده لو بعته في اي مكان بيرجع لي. قلت له طيب، انا مش هقول لك هثبته عندي، انا هشتريه منك عشان هو مش هيرجع لك تاني، ولو رجع لك انا مش عايزه. قال لي لا هيرجع. قلت له طيب. خدته منه واديت له فلوسه. تمام يا شباب، اديت له فلوسه وفرخته على الطيره، الترتوره الصغيره، الترتوره اللي معايا دي. تمام، رمى حصويتين، رحت جاي محضنهم تحت الترتين دول يا شباب. حضنتهم تحت الترتين دول، الترتين الكركنديات. لو عايز تعرف زي ما قلت لك اكتب لي في التعليقات. تمام. وبعد كده نشيته. لو انت متابعني وشوف الفيديوهات اللي فاتت انا كنت نشه. تمام، بس هو دلوقتي ايه، طعمه حصويتين تاني، فانا قافل عليهم. تمام، وكمان الحمام قالش ومهدر ريش، فانا قافل عليهم. تمام يا شباب، اللي يعرف الحمام ده بيعمل كده ليه، بيقطع في المشمع وبياكل فيه ليه، يكتب لي في التعليقات. اللي يعرف الزغلول ده نوعه ايه، هو هجين، اب مختلف وام مختلفه، لا يقرب لكركندي ولا عبسي ولا يقرب لشامي. خلاص يا شباب، عشان ابسطها لكم، ما يقربش لاي حمام شامي. الفرد ده ابوه ولا هو شامي ولا امه شامي. خلاص يا رجاله. تمام. برضو اللي هيقول لي الزغلول ده نوعه ايه، مبروك عليه. تمام يا شباب، اللي هيقول لي الزغلول ده ابوه ايه وامه ايه، مبروك عليه. تمام يا شباب، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو بتشوفنا لاول مره اعمل اشتراك، متنساش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.